رجلنا اليوم هو واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحبه حبا جما، كان جسيما يملأ عين ناظره مهابة وروعة، شديد الشكيمة، قوي العزيمة، سابع سبعة أعلنوا إسلامهم على ظهر الأرض، ويعد أول فارس في الإسلام. هو الصحابي الجليل المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك. لم يكن المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود كما كانوا ينادونه مرتاحا إلى ذلك المجتمع الجاهلي الذي تراق فيه الدماء ظلما وبغيا، وتستباح فيه الحرمات عدوانا وجورا، ويستذل فيه القوي الضعيف، وتسوده العصبيات العمياء. وكان المقداد يسمع ما يدور على ألسنة الكهان من أن نبيا قد أطل زمانه سيملأ الدنيا برا وخيرا وعدلا، فيقول في نفسه عسى ولعل. لم يمض على ذلك غير قليل حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق. فما إن سمع به المقداد بن عمرو حتى بادر إليه ووضع يده في يده وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم مضى إلى مجالس قريش عند الكعبة وأعلن إسلامه على ملأ من القوم، فكان سابع سبعة أعلنوا إسلامهم على ظهر الأرض. لم يكن المقداد بن عمرو حين توجه إلى مجالس قريش ليعلن دخوله في دين الله جهارا نهارا يجهل وقع ذلك على قريش، ولم يكن يخفى عليه ما سينزلونه به من الأذى والنكال، لكنه كان يعلم أيضا أن دعوة كدعوة الإسلام لا بد لها من قرابين، فعزم على أن يكون أحد شهدائها. ولما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، أبت قريش على المقداد أن يغادر سجنها الكبير، فقد كان حقدها عليه يتكافأ مع تحديه لها، لذا كان من أواخر المسلمين هجرة إلى المدينة، ثم أنه لم يستطع التخلص من قريش إلا بحيلة. فلما وصل إلى المدينة فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدمه، إذ كان يحبه حبا جما، ويقول: إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي والمقداد وأبو ذر وسلمة. غدا سهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تزويجه إياه بنت عم الرسول طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. ثم كانت بدر، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي 300 رجل من أصحابه، وهم لا ينوون أن يخوضوا حربا شاملة. فلما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مضطرا لخوضها، كان لابد له من أن ينال موافقة رجاله، فعرض عليهم الأمر. فقال أبو بكر: وأحسن، وقال عمر: وأحسن، لكن الموقف ظل يحتاج إلى كلمة حاسمة حازمة تنهي التردد وتشد العزائم، فكان شرف هذه الكلمة للمقداد بن عمرو، فتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقامته الشامخة وصوته الجهوري وقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق نبيا لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فأشرق وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالفرحة، وقال له خيرا ودعا له به. وكان المقداد بن عمرو يومئذ المجاهد الوحيد الذي خاض بدرا على فرس، إذ كان الباقون إما مشاة وإما على الجمال، فسجل له تاريخ الجهاد في الإسلام أنه أول من عدا على فرس في سبيل الله. وفي آخر عمره
رؤي المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابت الصيارفة بحمص وهو يريد الغزو وقد تقدمت به السن، فقيل له: عد إلى بيتك لقد أعذر الله إليك. فقال: هيهات يا بني، لقد أبت علينا سورة البعوث، لم تسمع قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أتجد فيه أن الله استثناني؟ وعاش المقداد حتى بلغ 73 من عمره مجاهدا في سبيل الله حتى أتاه اليقين ودفن بالبقيع في السنة 33 للهجرة. انتظرونا مع رجل آخر من رجال صدقوا وما حققوه من بطولات لا تتبادر إلى مخيلة الأذهان اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.